السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة. يعني بقالنا شوية ما عملناش حلقتين في 3 أيام يعني. بس يعني مستغلين الهدنة اللي عند أهلنا في غزة، إن إحنا يعني نحاول نتكلم في الكورة شوية. كان الموضوع صعب يعني وتقيل علينا كلنا، يعني ربنا يهون وينصرهم والدنيا تبقى خير يعني، ويرحم الشهداء الأبرار اللي ماتوا في غزة يعني، لنصرتنا ونصرة كل العرب والمسلمين يعني. النهارده كسبنا الحمد لله. قدام كان عندنا ماتش مع مودرن فيوتشر، ما الفريق بقى اسمه غريب قوي الصراحه. ايه مودرن فيوتشر دي؟ مش عارف يعني. فرقه كان اسمها فيوتشر وحد تقريبا المالك بتاع قنوات مودرن اشتراها، فبقى مودرن فيوتشر. بعد 24 ساعه من ماتش الديربي بتاع الهاندبول، الدنيا اتقلبت شويه على خساره من الفرق. احنا مش متعودين على فرقه الهاندبول دي ان هي بتخسر الديربي يعني. بس هو الماتش لسه في التمهيدي قوي، ولسه يعني لسه الموضوع مطول. انا يعني سالت كده شادي صديقنا يعني على النظام، قال لي لا ده لسه، ده هي يعني لسه في دوري هيتاخد 8 فرق وياخدوا اول فرقتين فيه يلعبوا بلاي اوفس، يلعبوا بيست اوف 6 باين. فالموضوع لسه مطول يعني. بس هي الناس عندها شكوك على الفرقه وكده عشان الخساير، ان احنا خسرنا من الاهلي وان احنا كنا وقعنا بنقط تانية. يعني الماتشات مش مؤثره دلوقتي، لسه قدام شويه يعني. بس فرقه الهاندبول احنا مش متعودين عليها انها بتخسر حتى لو فرق جون يعني من الاهلي، وغير خساره البطوله العربيه. بس كل الناس عارفه الظروف الصعبه، وعارفه خروج اللعيبه من فرقه الهاندبول وعارفه يعني ان لسه الامور هتظبط اكتر ان شاء الله. المفروض ان كابتن مجدي ابو المجد لسه ما جاش من الكويت تقريبا. المفروض ان هو هيوصل تقريبا، عنده مشكله مع اتحاد اليد ومش هيقدر يشتغل قبل شهر 2. فهو تقريبا، وحتى التدعيمات الجديده اللي هي بتاعه الطيران اللي احنا جبناها دي مش تلعب الا من يناير تقريبا. فهو لسه يعني لسه نقدر نقول الفرقه عشان تظبط شويه محتاجه التدعيمات ومحتاجه المدرب اللي هو كابتن مجدي ابو المجد اللي تعاقدوا معاه يعني. يعني هي خساره امبارح دي مش هتبقى مؤثره قوي، عشان بس الناس كانت يعني الموضوع هو طبعا ما فيش خساره مقبوله يعني، خصوصا من الاهلي يعني. خصوصا في الهاندبول الاهلي المفروض ما يكسبوش خالص اصلا يعني. بس ده يعني بتحصل، خصوصا إن الفرقه في دروب بسبب الفرقه بقى كتير ما بتاخدش مستحقات. كان بقى لها كتير فيها مشكله في لعيبه كتير خرجت. حسن وليد قداح خرج، اخر واحد خرج السنه اللي فاتت، والاصابات اللي كانت فيها، والخط الخلفي هتلر اللي اعتزل. كان في شويه دربكه كده في الفرقه. بس ان شاء الله الامور تظبط قدام يعني، وربنا يعدي ماتش السوبر، لان لا يبدو ان هيبقى في تدعيم او حاجه قبل ماتش السوبر اللي هو يوم 9 12 في الامارات. نخش على ماتش الكوره. النهارده كان عندنا ماتش، كان ماتش مهم لان احنا يعني، هو احنا الموضوع كله لعبناهم 7 ماتشات. بس الزمالك اتعادل ماتشين، تعادلنا بيراميدز ومقاولين، وخسرنا ماتشين ما لهمش اي لازمه يعني، زد وانبي دول. يعني على الاقل كنا ممكن نطلعهم متعادلين يعني. فالزمالك كان محتاج يكسب. الزمالك لما كسب دلوقتي احنا بقينا خامس على الدوري يعني. انت فاهم؟ اصل بيننا وبين المتصدر اللي هو اللي هو في بيراميدز حوالي 5 بونت تقريبا. فالموضوع قريب يعني. بس برضه ما ينفعش ان الزمالك يبقى يعني خسر كل الماتشات، الى جانب ان فرقه فيوتشر دي بصبغه الاهلي اللي مسيطره عليها الصراحه. الخساره منها او التعادل معاها تقيل على قلبي الصراحه. ما بحبهمش يعني، ما بحبهمش خالص يعني. بنائب رئيس مجلس ادارتهم برئيس مجلس ادارتهم يعني هو فرقه كده تقرف الحقيقه يعني. ما وتحس ان هم دايما بينزلوا قدامنا مش عارفين يعملوا ايه يعني. هو الفكره كلها ان، خلينا بس نقول حاجه، عايزين نخش على التشكيل ونتكلم. احنا في ماتش بتاع ابو سليم احنا كنا اتكلمنا في فكره ان الفرقه بتتهدد، يعني بتتهدد بسهوله. النهارده تقريبا يعني احنا تقريبا ما تهددناش يعني. كان استثناء في كوره واحده في الشوط الاولاني اوباما غطى فيها غلط كده يعني. حتى فكره ان الفرقه الخطوط بتقرب من بعضها ونطلع لنص الملعب كنا عارفين نظبط الاوفسايد، وكنا عارفين يعني كان الموضوع ماشي كويس. ما يعني هو دايما صلابه الفرقه بتتقاس بفكره انها ما يجيش فيها جوان. انا عارف ان الزمالك في الدوري محتاج يهاجم اكتر، ويمكن هيبقى فيه صعوبه في التسجيل قدام الفرق اللي هي هتتكتل ورا ويعني زي ماتش زد، زي ماتش انبي. الماتشات دي لسه هتبقى تقيله، خصوصا مع فكره ان انت الحلول بتاعتك منحصره في زيزو اغلب الوقت، او اوباما لو في فيرو التاني لعب زي النهارده ما سيف لعب يعني.
بس فكره صلابه الفرقه دفاعيا وان انت ما تتهددش دي مهمه جدا. دي مهمه جدا. فاحنا زي ما كنا اتكلمنا على كابتن معتمد جمال ان هو الماتش اللي فات كانت الفرقه، يعني فرقه ابو سليم ما هاجمتش واحنا تهددنا، يعني احنا تهددنا من اوت. ف الماتش ده لا، انا حسيت ان الامور احسن. الشوط الاولاني الفرقه سيطرت، وفرقه فيوتشر ما كانتش عارفه، يمكن في كورتين بس، واحده لعمر كمال طلعت اوف سايد، واحده لاحمد عاطف طلعت اوف سايد، والكره اللي هي اوباما غطى فيها واتشطت. احنا بدانا 3-4-3 برضه بنفس الشكل يعني. بدانا بحمزه، اعتقد الموضوع كان ليه علاقه يعني ريحنا شيكا وريحنا عبد الشافي لظروف الماتش، لان تقريبا يعني عشان الماتش اللي لعبناه يوم الاحد ولعبنا الاربع وهنلعب الحد تاني تقريبا مع الفرقه بتاعت الفرقه، الماتش بتاع الكونفدراليه الجاي في المجموعات يعني. سوار اعتقد اسمها سوار. ف كان لازم تقريبا، كان صعب ان عبد الشافي وشيكابالا يحتمل الموضوع، فتقريبا ده سبب الروتيشن يعني. هو لعبنا بحمزه، عبد الغني برضو مدافع القلب، وعمر جابر لعب هو مكان عبد الشافي ناحيه الشمال يعني، لغى لحد ما نشوف موضوع فتوح ده هيوصل لفين يعني. وبعدين يعني كانت تقدر تقول ان محمد طارق كان اقرب منه ناحيه اليمين يعني، ورؤى ونبيل دونجا وابراهيم انضاي تحت اوباما وزيزو. ممكن تشوفها حمزه مدافع قلب ومحمد طارق باك رايت، بحيث تبقى اربعه يعني. بس انا حسيت اكتر ان احنا بنلعب ثلاثه، يعني حسيت من رسمه الملعب كده ان احنا بادئين ثلاثه يعني. الشوط الاولاني كنا كويسين، واقصد بكويسين احنا ما تهددناش يعني. هي الفرقه دايما الفرقه بتتقاس صلابتها دفاعيا اذا كانت اتهددت او لا، او يعني ما كانش في تهديد حقيقي لينا، رغم الفرقه اللي قدامنا تعتبر ماسكه نفسها يعني، وفيها عناصر كويسه وعناصر يعني عمر كمال عبد الواحد ده اساسي في المنتخب، وعندهم كذا لعيب كده واخدينهم من الاهلي، واحمد عاطف ده فيرود كانت الناس بتحاول تجيبه يعني في كذا في الزمالك وفي الاهلي واتكلموا عليه يعني. فالمفروض ان هي فرقه من الفرق الكويسه في الدوري. هم بينزلوا قدام الزمالك، لا منهم بيلعبونا كانهم فرقه كبيره ولا منهم بيلعبونا كانهم فرقه صغيره، هم بيلعبوا بطريقه غريبه كده، تحس ان هم لا منهم هجمه ولا منهم دفع، وان شاء الله نفضل نكسبهم يعني، ان شاء الله نفضل نكسبهم يعني. ما كانش لينا فرص برضو بالشكل الكبير غير شوطه كده اللي هي الكره اللي كانت ناحيه اليمين اتطرفت كده، وزيدو عدل وشاط وجنش طلعها. شوطه تانيه من رؤى مسكها جنش. وكان في انفراد كده لغنام محمد تقريبا الديفندر بتاعهم، والمسلوسي جري معاه وعمل التاكلينج الشهير اللي كان عمله في ماتش بيراميدز يعني. تحسب له الحقيقه، تحسب له التغطيه ويحسب له الجري، بس انا يعني انا ما بحبش التاكلينج في 18 يعني. انا بشوف هو المسلوسي بيبقى في فرق سرعه بينه وبين الفيرود، او زي ماتش بيراميدز او زي النهارده، فبيعوض ده بان هو بيجري ويروح جايبه بالتاكلينج. بس هو التاكلينج مشكلته التايمنج بتاعه، لو قلش الفيرود لمس الكوره هتبقى مشكله. فانا ما بحبش التاكلينج في ال 18 الحقيقه يعني. حتى لو هتعملها حاول تعملها بره، ما تعملهاش في ال 18، عشان لو الكوره بس عدت دي بينالتي يعني، لو الكوره بس عدت دي بينالتي. سيف الجزيري بقى جه في كوره كده بحل فردي، راح مسلكها وراح حاطط رجله ومعدي الكوره، اتقص فاتحسبت بينالتي. دخل زيزو حطها حلوه الحقيقه، حطها حلوه وحطها يعني، حطها في الزاويه عكس الزاويه اللي هو بيحطها فيها، اللي هي شمال الجون مش يمينه يعني. وجنش راح معاها وسجلنا يعني. وبعدين الجون التاني برضو من كوره ثابته اللي هي بتتكرر يعني، اتكررت. احنا سجلنا من كوره ثابته الماتش اللي فات، وسجلنا من كوره ثابته قدام بيراميدز. فالثلاث ماتشات اللي دربهم كابتن معتمد جمال الناس مركزه في الكور الثابته، ويا ريت نفضل مركزين فيها، لان الكور الثابته مع قله الحلول التهديفيه بتفرق معانا فكره الكور الثابته يعني. الشوط الثاني ما حسيت الفرقه برضو اكتفت يعني لا مننا ضغطنا اكتر ولا مننا اتهددنا قوي. ما حسيتش ان احنا انضغطنا بس طبعا الفاولات المجانيه والهاند بولز، وتحس برضو ان الحكم شويه كان لما الزمالك اتقدم وحسب بينالتي ان هو عايز يعني اي كوره يعني بتتفسر لصالح فيوتشر يعني.
يعني بشوف ان الامور كانت ماشيه في سكه ان احنا عرفنا من يعني فكره الكلين شيت. انا كان نفسي نطلع كلين شيت، احنا بقالنا كتير جدا ما بنطلعش كلين شيت. يعني يمكن ده تاني ماتش تقريبا، احنا من اول موسم يمكن دول يعني بيراميدز استقبلنا، المقاولين استقبلنا، ارتا سولار رايح جاي دول استقبلنا حتى ماتش الكاس بتاع بيراميدز دخل فينا 3 اجوان. فتقريبا يعني فكره ان انت بتطلع كلين شيت دي حاجه كويسه، فكره ان دفاعك يتماسك دي حاجه كويسه. الدفاع الكويس هو اهم. كان البروفيسور فيريرا كان بيقول ان الفريق يعني الفريق كويس بطل الدوري هو الاحسن دفاعا يعني. والدوري لسه بدري، يعني احنا شايفين ان احنا قريبين، الموضوع 5 بونت و4 بونت و6 بونت وحاجات كده، مش هو الفرق اللي يقول ان البطوله خلصت يعني. عايزين نفضل على الاقل قريبين يعني لحد ما نشوف الدعم هتمشي ازاي ويناير والمدرب الاجنبي الدنيا هتمشي ازاي يعني. فالشوط الثاني احنا ما تهددناش قوي، اللهم الا في كوره في اخر دقيقه كده عواد اتردد في الطلوع وجت في العارضه منهم. باقي الماتش تقريبا احنا برضو ما ركزناش ان احنا نزود، مع ان المفروض كنا نحاول نزود يعني نحاول نكسب سكور يعني. ما يعني لا مننا قفلنا، لا مننا مثلا حاولنا ولا مننا فتحنا. والتغييرات كانت ماشيه في سكه ان احنا بنحافظ على الشكل اللي ماشي كويس وبنريح اللعيبه يعني. لا يعني تقريبا ما فيش ما تقدرش تقول الزمالك نزل عبد الشافي مكان اشرف رؤى، وفي نفس الوقت نزل عمرو السيسي مكان محمد طارق اللي هو كل لعيب بدل مع التاني جه في مكانه، وسيد عبد الله نزل مكان ابراهيم نضاي اللي هو سجل الجون الثاني يعني في اللي هو في المتابعه. على فكره الجون الثاني ده برضه ممكن تشوف فيه الناس اللي يعني في الكورنر رسمه اللعيبه كويسه، حد على القريبه ويعني اوباما وعبد الغني على القريبه ويعني اوباما عبد الغني وبعدين اوباما وبعدين مضاي، تحس وسيف الجزيري كان معاهم، تحس رصه اللعيبه في ال 18 متوزعين كويس يعني شكلهم كويس. فاعتقد يعني ان ده يعتبر يكون من احسن الماتشات اللي لعبها الزمالك السنه دي، يمكن مع ماتش سموحه ويمكن ماتش بيراميدز في اول الدوري ما يعني ما كناش سيئين بس استقبلنا يعني. فانا شايف النهارده كان شكل الفرقه معقول، دفاعيا كويسين، كنا نقدر ندوس اكتر من كده ونسجل، خصوصا ان كان في مساحات كبيره جدا في خط وسط فيوتشر. انا برضو شايف ان الفرق اللي هي بتنزل قافله قدامنا الملعب يعني وبتدافع بعدد كبير من اللعيبه اللي بتتعبنا اكتر من الفرق اللي بتبقى عندنا مساحات نقدر نروح يعني. النهارده زيزو كان عنده مساحات، نضاي كان عنده مساحات يجري بتاع. الفرق اللي هي زي زد وزي انبي الماتشات دي اللي هتبقى ثقيله يعني هتبقى صعبه علينا شويه. ف ربنا يسهل في اللي جاي، وان شاء الله يكون في بلان كده من الاداره يعني الدنيا يكون في يعني مشكله القيد هتتفك يعني. هو اكيد الهدف الاصلي ان مشكله القيد تتفك، وبعد مشكله القيد تتفك هتبقى المدرب اعتقد، وبعد كده الصفقات في يناير. الفرقه محتاجه تدعيمات، محتاجه. الزمالك عنده مشكله في فكره لعيب نص الملعب اللي بيعرف يخلق موقف للعيبه الخط الامامي. والزمالك عنده مشكله في اللعيب يعني انت لو دورت بره عن زيزو مفيش هجمه بتوصل، اللي بيسموها في الكره اللمسه اللي قبل الاخيره. يعني فكره ان انت توصل الفيرود، يعني عندنا مشكله في اللي يوصل الوينج لمنطقه يقدر يعمل منها فرصه، ومشكله ان مفيش وينجات او لعيبه بتخلق حلول غير زيزو. تحس الموضوع صعب يعني، فسهل ان انت تبقى معروف مفاتيح لعبك فده بيقفلها عليك يعني. فالزمالك محتاج لعيب وينج تاني، محتاجين فيرود كويس، محتاجين مدافع قلب بينط. عبد الغني النهارده جات له الكرة على دماغه وهو واقف. محتاجين وطبعا دلوقتي بعد خساره فتوح بقينا محتاجين باك شمال كمان. يعني الباك اليمين قول حمزه المسؤولي ساعات بيلعبها، الونش مثلا، فانت بقيت محتاج مدافع قلب، محتاج لعيب وسط ملعب. لو دونجا مثلا ينفع يكمل 6، فانا اعتقد ان ممكن محتاجين 8، محتاجين لعيب بين اللعب. لو اوباما هيكمل 10 او فاحنا محتاجين على لعيب نص ملعب عنده شويه كرياتيفيتي في فكره انه يعني مفيش في الفرقه حد بيحرك الفرقه، بيعرف يهدي الملعب، يعرف يقف على كورته. مفتقدين جدا لعيب 8 في الملعب، مفتقدين وينج، مفتقدين فيرود بيسجل اكتر من سيف الجزيري واكتر من سامسون وناصر منسي. الفرقه محتاجه 3 4 تدعيمات كويسين يعني.
الى جانب برضو ان انا شايف، يعني انا رايي يعني كابتن معتمد طبعا يشكر جدا، وطبعا هو استلم الفرقه في ظروف سيئه جدا، وربنا يكمل ان شاء الله بخير يعني الماتش الجاي بتاع الكونفدراليه، يعني الواحد خايف يعني الزمالك الموضوع عندنا ماتش بماتش يعني. بس هو يعني النتائج الحمد لله يعتبر الراجل اتشيفد يعني اللي هو كان مطلوب منه اكتر يعني. فنتمنى يكمل على كده، بس برضو الافضل ان يكون في مدير فني اجنبي. دي وجهة نظري انا الصراحه عن الفرقه. وبعدين لو الزمالك في ازمه ماديه، انا شايف ان الاولويه فرقه الكوره. فرقه الكوره يعني مع تقديري جدا لليد والسله والطايره. والطايره احنا قريبين، يعني الطايره احنا المفروض ان احنا يمكن احسن من الاهلي يعني. بس الفكره كلها لو الافضل ان انا شايف ان لو في فلوس تتصرف على فرقه الكوره، تدعيم فرقه الكوره. فرقه الكوره هي النادي، هي واجهه النادي، هي النتائج. الجمهور مش يعني لو فرقه الكوره ماشيه كويس مفيش حاجه، يعني حتى لو نتائج باقي الالعاب متكعبله شويه الناس مش هتاخد بالها. والموسم نفسه عندك في نهائي كاس، عندك كونفدراليه، عندك كاس مصر الموسم ده، الدوري ما بعدناش. فيعني واحنا مقربين على يناير، يعني احنا قدامنا شهر ان شاء الله، لو قدرنا بس في الشهر ده نمسك نفسنا ان احنا نفضل في المنافسه في الدوري، وان شاء الله نعدي الكام ماتش بتاع الكونفدراليه دول بنتائج كويسه ان احنا تاهلنا. فالموسم يبقى مفتوح على كل الاحتمالات، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فزي ما قلت الحلقه اللي فاتت انا باكد تاني ان احنا يعني يا ريت يكون في الكوره، حتى لو هنجيب مثلا، يعني لو هنجيب مثلا اتنين لعيبه كويسين تقال اجانب مثلا، ونجيب مثلا نكمل مثلا من لعيبه محليين، لان لعيبه مصر كلهم انا مش بشوف القماشه فرق قوي عن بعض. لعيبه الدرجه الاولى من لعيبه الممتاز من لعيبه الدرجه الثانيه، لو حد شايف كويس وعامل سكاوتنج او شايف لعيب كويس وبيتفرج عليه كويس ممكن تلاقي لعيبه فعلا في الدرجه الثانيه احسن من الممتاز. احنا جبنا لعيبه من الممتاز السنه اللي فاتت، يعني السنه مش الصيف اللي فات، الصيف اللي قبله يعني، وما عملوش اي اضافه تقريبا. يعني تقريبا اللعيبه ما فيش حد من صفقات مصر بتاعت ولا الاجانب والله اللي جابهم امير مرتضى منصور دول كلهم، يعني صفقات الصيف دي تقريبا كلها فكست، يعني يمكن دونجا شويه، ولسه برضه مش اللي هو المستوى اللي احنا كنا مستنيينه يغطي طارق حامد، يعني ما بعيد لسه برضه. بس انا قصدي يعني ان فرقه الكوره محتاجه اربع خمس لعيبه يعملوا فرق، يكونوا لعيبه على الاقل، يكون اتنين لعيبه تقال. واللعيبه المصريين انا مش شايف ان احنا برضه ننفست مبالغ لو ما فيش فلوس يعني، بس على الاقل نجيب حد. يعني انت لما مثلا بتجيب فيرود شغلته الفيرود، يعني مثلا ناصر منسي، خلينا نقول مثلا ناصر منسي، صفقه سبعه ناصر منسي، بس طبعا ما تدفعش فيها الارقام دي. انت اما جبت فيرود شغلته فيرود هيسجل لك جون. يعني لو حد فاكر مثلا في دوري 2021 لما جبنا مروان حمدي في يناير بعد ما بعنا مصطفى محمد وجبنا سيف الجزيري، رغم ان هم ككواليتي ما كانوش نفس كواليتي مصطفى محمد، بس انت لما جبت حد شغلته فيرود سجل لك جون حاسم. جون مروان حمدي في دجله ده من اهم جوان الدوري، يعني جون ده جون غير مسار الدوري، لمجرد ان انت جبت لعيب مركزه فيرود في مركز فيه مشكله فيه نقص. فدي الفكره، الزمالك محتاج لعيب 8. فانت لو جبت مثلا لعيب اجنبي مثلا وانا بشوف ان يعني اماكن الاجانب تتوفر شويه للاماكن اللي فيها كرييشن، صناعه لعب، تسجيل. انما مثلا ممكن اماكن زي المدافعين مثلا، او مثلا زي المدافعين مثلا ممكن تدور جوه مصر مثلا، تدور على مساك كويس، تدور على حد يكون عقده قرب يخلص. بس فرقه الكوره اولى باي تدعيم، خصوصا ان ربنا كرم والموسم لسه مفتوح. في نقطه تانية هي مرتبطه بنجاح كابتن حسين لبيب، خلينا لازم نقولها برضو، ان الهدوء اللي في النادي بينعكس على كل شيء. يعني فكره ان انت بتحاول تخلق للعيبه تقبض مستحقاتها في ميعادها، المدرب موجود، حتى لو هيمشي بهدوء وهياخد مستحقاته ويمشي. كابتن معتمد جمال مثلا بيدرب مثلا، لا بيشوف حد بيتدخل ولا حد بيخش له اوضه اللبس يتخانق ولا حد صوته عالي. الحاجات دي بتفرق جدا في مجال الرياضه. فاحنا موجودين في المنافسه، يعني احنا فكره وجود ان الدنيا هاديه كده في النادي، بغض النظر في حاجات احنا شايفين ان الاداره متاخره فيها ومش مختلفين، يعني ان الاداره متاخره في حاجات، بس هم برضو الناس بقى لهم شهر، يعني ما تقدرش تقيم قوي الوضع وتقول متاخرين وفي نفس الوقت الدوريات شغاله. احنا كان العشم ان فرقه اليد يكون المدير الفني موجود على طول، بس هم اتفقوا مع مدير فني وطلع عنده مشكله. فانا قصدي فكره وجود الاداره بالهدوء ده اللي هو العادي في كل نادي رياضي، ده بالنسبه لنا احنا كزمالك اوبشن جديد.
احنا متعودين ان احنا عندنا ناس بتشتم وبتتخانق وبتسب وبتلعن، وابن اللي جاب والمداخلات. انا يعني بتفتح القناه بتلاقي الناس بتتكلم في كوره، ما بتقولش مثلا فلان ده احسن واحد، ولا فلان ده جاب لنا اللي مش عارف منين لفين. الحاجات دي كلها بتأثر على النادي يعني. فده يفتح ان فكره ان انت تفضل منافس في كل البطولات. بس فريق الكوره محتاج دعم، محتاج دعم من الكونفدراليه. فيها فرق زي الافريقي مثلا، وزي الفريق بتاع الجزائر اللي معانا، وزي نهضه بركان. فرق مش اقوى فرق في القاره، بس فرق تقيله وبتعرف تطلع كسبانه. الدوري عشان تنافس الاهلي اللي عنده فريقين وصارف قد كده وشاري لعيبه ب 5 مليون دولار في الصيف، واحنا خسرانين ماتشين ديربي السنه اللي فاتت رايح جاي في الدوري. ففرقه الكوره محتاجه دعم، محتاجه تقف على رجليها. ف تاني، انا شايف ان دي اولويه الصرف، يعني دي اولويه الكوره اللي تحتاجه الكوره. اي حاجه تانية خلفيه قلب ورا بخطوه يعني. ان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله نحاول نحافظ على فكره ان احنا بنطلع وبنتكلم وبتاع. ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.